كتير مننا بيعمل جدول لكن مع بداية أول يوم بتكون دي النتيجة. طيب ليه بيحصل معانا كده؟ ليه مش بننتظم؟ عشان ما نطولش في المقدمة كتير، يلا بينا. من المشاكل اللي هتقابلك وانت بتعمل جدول: واحد، المثالية، انك تبقى عامل جدول مظبوط قوي من الساعة كذا لكذا هعمل كذا وتحس انك هتخلص كل الحاجات في يوم واحد. وكمان لو عامل جدول يوم بيوم مش هتطلع نتيجة ومش هتشتغل غير لما تكون النتيجة مثالية. وينستون بيقول المثالية هي عدو التقدم. خليك دايما عارف ان نفسك لما توحيلك انك خلاص انا كامل، انا مش ناقصني حاجه، حس باحساس جواك ان انت كامل وخلاص انا عملت جدول ده، خلاص هيخلص لي الحاجات اللي ورايا. اعرف ان الجدول ده مش هياخدها قاعده في حياتك. اي حاجه تشعر فيها بالمثاليه لازم يكون عندك يقين ان هي مش هتكمل. خليك دايما عارف ان نفسك لما تدعي لك المثاليه او انك تحس بالكمال في اي حاجه، اعرف ان الحاجه دي بنسبه 100% مش هتنجح، مش هتكمل. فما تضيعش وقتك فيه. حاول جرب من اول وجديد، اعمل حاجه عاديه، حاجه قابلة للتطبيق في أرض الواقع. فنانسي الفادور ده اللي بيقول: لا تخف من المثالية فإنك لن تصل إليها أبدا. وده بيأكد الكلام اللي أنا لسه قايله. اتنين، ربط المهمة بوقت. أنا عارف إن 90% من اللي بيبدأوا يعملوا جداول بيقعوا في الخطأ ده. أكبر خطأ ممكن تعمله هو إنك تقول إن أنا هعمل الحاجة الفلانية في الوقت كذا. مثلا أنا هذاكر المادة إكس لمدة ساعتين من الساعة 2 للساعة 4. كده انت حددت وقت محدد، فلو حصل اي لخبطه في الوقت ساعه جت 3 مثلا هتلاقي نفسك انك خلاص انا المفروض كنت هبدا 2 الساعه دلوقتي 3 فمش هبدا، فتلاقي نفسك راح عليك التاسك مع انك ممكن تذاكر ساعه، بس انت عشان انت محدد ساعتين فمش هتعمل حاجه. تعالى بس تعالى. انت لسه ما عملتش اشتراك لحد دلوقتي؟ طب ازاي؟ مش انا بفيدك؟ انزل اعمل اشتراك يلا. 3، طريقة المذاكرة. انت اصلا ممكن تكون بتذاكر غلط، انت ممكن تكون طريقتك غلط ومش عارف، انت ممكن تكون حاطط التليفون جنبك فمجرد ما بيجيلك رسالة بتتشتت بسرعة، بتمسك التليفون تشوف انا جالي ايه، مع ان ممكن يكون او ده الاكيد ان الرسالة اللي جات لك مش هتكون مهمة عن اللي انت بتعمله، اللي هو هيكون اهم من انك تشوف الرسالة. او ان التليفون ده يرن فتمسك التليفون عشان ترد، وحاجات من دي كتير بقى. او ان يكون حواليك مشتت في المكان اللي انت قاعد فيه فبيكون التحصيل قليل. لو عاوز نتكلم عن طرق المذاكرة اكتب لي تحت في الكومنتات. اغلبنا مش بيكون مرتب اولوياته فبيكون نتيجة عدم ترتيب الاولويات التشتت. انا هعمل ايه الاول؟ ايه الاهم؟ لكن لو انت عارف انا المفروض هعمل دي بعد كده دي بعد كده دي بعد كده دي، خلاص انت الدنيا عندك اتظبطت. وممكن يكون انت بتحبط لما ما بتعملش تاسكاتك كلها. طيب احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة كويسة، احنا عرفنا المشكلة اللي عندنا. فتان ما بين انك تكون عارف مشاكلك وانك تكون عارف ان عندك مشاكل. ودلوقتي بقى نيجي للحل، ومع اول حاجة لو عملتها فعلا هتفرق معاك الا وهي ترتيب اولويات. انا مثلا ترتيب اولوياتي بيكون ربنا، نفسي، اهلي، شغلي، صحابي، وهكذا في ترتيب اولويات. لما بتيجي تحط التاسك بتاعك بتاع اليوم، فمثلا ان انا عندي خروجه وان انا عندي مذاكره والخمس فروض، فانا وانا قاعد بذاكر لو الصلاه اذنت اقوم من المذاكره اروح اصلي وارجع تاني اكمل المذاكره، خلص مذاكره بعد كده اروح لاصحابي. طب وانا قاعد مع اصحابي لو الاذان اذن اسيب صحابي وارجع لاول حاجة واللي هي الأهم. فأنا طالما أنا عارف أولوياتي فالدنيا متسيستمة عندي. ودايما اعرف لما تيجي تكتب المهام بتاعتك اكتب الأهم ثم الأقل أهمية. اتنين، لازم يكون عندك قوة إرادة، أنت اللي تتحكم في نفسك مش نفسك هي اللي تتحكم فيه. لأن الشخص اللي بيعرف ينظم وقته هو الشخص اللي بيعرف يتحكم في نفسه، هو برضو الشخص اللي عنده قوة إرادة، عنده إرادة مع نفسه، هو الشخص اللي بيعرف يحط رغباته تحت أهدافه. 3، ابدأ فورا، مش لازم النتيجة اللي انت هتطلعها من الفعل ده تكون مثالية. 4، ودي أهم واحدة لأنها بتدينا مرونة في الوقت، ألا وهي إنك لما تيجي تذاكر افتح أي برنامج مذاكرة دوس على ستارت ولما تخلص دوس على إند، وأنا كده خلصت المهمة إكس في وقت قد كده. كده احنا عرفنا مشكلتنا وعرفنا ازاي كمان نحلها، بعيدا بقى عن الكلام المجمل، لأن الطرق دي انا بستخدم وبنقل تجربتي ليكوا عشان تستفيد. فعيب بقى بعد كل المجهود ده ما تكونش عملت اشتراك ولا حتى لايك. انزل يا اخي،
انزل اعمل لايك، مش هيخسرك حاجة يعني، وفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك الجزء التاني واللي هنطبق فيه عملي لكل اللي احنا قلناه ده. وبس كده، حب نفسك، حب رحلتك وانت بتعافر فيها. سلام.